والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الموضوع اللي فكرت ناخد بركته النهاردة اسمه معرفة المسيح الحقيقي. معرفة المسيح الحقيقي. معرفة المسيح الحقيقية ما بتأتيش بمجهود بشري، يعني مش زي العلوم الطبيعية. أنا عاوز أعرف في الفلك أذاكر فلك أو أدرس فلك، أنا عاوز أعرف في الطب بذاكر أو أدرس كلية الطب، أنا عاوز أعرف في الهندسة أذاكر هندسة وأعرف. معرفة ربنا ما بتجيش كده. السيد المسيح مرة ماشي مع التلاميذ وسأل التلاميذ: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ الناس شايفيني إزاي؟ فقالوا له: في ناس بتقول عنك يوحنا المعمدان. وش معنى يوحنا المعمدان؟ لأن يوحنا المعمدان كان أقرب شخصية ليهم، شافوه وشافوا إن هو بينادي بالتوبة للناس: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. نفس الرسالة ونفس المسج اللي جاي بها السيد المسيح: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وكمان بيعمل معجزات، فهم شايفين في تشابه كبير بين الشخصيتين. عشان كده هم فكروا، قالوا يمكن هو يكون يوحنا المعمدان قام من الأموات. حتى هيرودس نفسه قال هذا، ما ابتدى يسمع عنه: هذا هو يوحنا المعمدان اللي أنا موته، قام من الأموات مرتين. وآخرون قالوا إيليا. وش معنى إيليا؟ لأن إيليا كان قوي وبيسموه النبي الناري، لما يشوف غلط ما يعرفش يسكت عليه. والسيد المسيح عمل كده مع الكتبة والفريسيين. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم، وابتدى يطلع لهم كل الأخطاء بتاعتهم والتجاوزات بتاعتهم. إيليا وقف قدام أخاب، لما أخاب جابله وقال له: أنت هو مكدر إسرائيل. أخاب بيقول لإيليا لما إيليا وقف المطر، إيليا رد عليه قال له إيه؟ منتهى القوة، ده بيكلم الملك مش بيكلم أي واحد صغير. بيقول له: ليس أنا المكدر، بل أنت وبيت أبيك بترككم الرب وعبادتكم للأصنام. بمنتهى القوة. فهم قالوا ده في شبه من إيليا في القوة بتاعته، ممكن يكون هو إيليا. وكمان إيليا ما ماتش، إيليا صعد، فممكن يكون نزل تاني، لأن لازم كل إنسان يموت. وقال آخرون ممكن يكون أرميا. وش معنى أرميا؟ لأن أرميا كان بيبكي على الشعب، صعبان عليه الهلاك بتاع الشعب والناس اللي بعدت عن ربنا. فقال، والسيد المسيح نفسه بكى على أورشليم، قالوا ممكن يكون أرميا. ولما برضي التشابهات أو التطابقات مش تمام، يعني مش 100%، قالوا ممكن يكون نبي تاني، أي واحد من الأنبياء. أصل هو بيعمل معجزات كتير وبيعمل حاجات كتير مش بتاعة إنسان عادي، فممكن يكون واحد من الأنبياء. وبعدين بطرس قال إيه لما السيد المسيح سألهم: طب وأنتم من تقولون إني أنا؟ فبطرس قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. بطرس ده كان إنسان صياد، يعني لا هو درس لاهوت ولا في المدارس بتاعة الربيين بتاعة الكهنة،
ولا يفهم أي حاجة في العلوم بتاعة الكهنوت اللي كانوا بيدرسوها في العهد القديم. يعني علوم الكهنوت وصلتهم لمستوى إن هم دارسين النبوات وعارفين كويس، لدرجة لما جه يتولد المسيح فهيرودس استدعى رؤساء الكهنة قال لهم أين يولد المسيح؟ المفروض يتولد فين؟ فقال له حسب النبوات في بيت لحم اليهودي. دراسات، وبيدرسوا كل نبوة وتفسير النبوة. طب انت يا بطرس درست ايه من الحاجات دي؟ ولا حاجة، انا راجل على باب الله، انا راجل صياد على كد حالي. اما انت جبت منين الاعتراف اللي انت قلته؟ عشان كده السيد المسيح قال له ايه؟ طوباك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك ذلك لكن أبي الذي في السماوات. إذن معرفة المسيح ما تنفعش تبقى بالدراسات بالعلوم البشرية. معرفة المسيح لازم تكون من فوق. أنا عشان أعرف المسيح لازم الروح القدس اللي يديني أعرف إزاي. لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح هو رب إلا بالروح القدس. لأن إحنا أحيانا كتير ندخل في مفاوضات مع حد مش مسيحي ومتخيلين بالإقناع ممكن نفهمه أو نقنعه، مش هيفهم. وتلاقي الأمور البسيطة اللي أنت بتستقبلها وتقتنع بيها هو مش عارف يصدقها، مش عارف يفهمها. لما أجي أقول لك مثلا الذبيحة اللي بتتحول ده جسد الرب ودمه اللي كان من شوية قربانة وخمر، أنت بتقتنع بكل اتضاع وبكل إيمان وبكل قناعة وداخل بتتناول وأنت عارف إن ده جسد الرب ودمه. تعال أقول الكلمة دي لحد مش مسيحي، مش هيفهم ومش هيقتنع. المعرفة بتاعت المسيح موضوع مش سهل. احنا لولا الروح القدس اللي بيعمل فينا اللي بيدينا ان نقتنع ونستقبل هذه المعلومات كمسلمات. لكن المسيح في الحقيقة شخصية محيرة. حتى الشيطان نفسه كان حيران قدام شخصية السيد المسيح. يجي في تصرفات شايفه إله، وفي تصرفات تاني شايفه ضعيف، بيتشكك، مش عارفه هل هو ربنا ولا هو ابن الله ولا هو إنسان ولا هو إيه بالظبط، مش عارف. لدرجة إن يجي في التجربة اللي على الجبل يقول له إيه؟ إن كنت ابن الله قل لهذه الحجارة تصير خبزا. مش عارف هو ربنا ولا مش ربنا. ويزج عليه رؤساء الكهنة والكهنة هو على الصليب، إن كنت ابن الله انزل من على الصليب بنؤمن بيك. الشيطان حيران مش عارف. عشان كده بنقول المسيحية ليست ديانة فلسفة، مش بالفلسفة ومش بالدراسات والعلم. الدراسات والعلم تثقل المعلومات اللي عندنا والإيمان اللي عندنا، لكن ما ينفعش أبني هذا الإيمان كله بالفلسفة والعلم. ينفع يكون عندي الإيمان وابتدي أثقله بالدراسة، لكن ما ينفعش ابتدي بالدراسة. الكتاب بيقول لنا ايه؟ الشياطين تعرف ربنا كويس بس معرفة نظرية.
عشان كده مش بتمشي في الوصايا بتاعته، أو ما مشيتش زمان يعني في الوصايا بتاعته. والكتاب بيقول لنا في رسالة يعقوب: أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل، والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. يؤمنوا بس إيمان نظري، يعني مش الشيطان ما يعرفش، لا يعرف، بس الإيمان نظري بدون تطبيق. والقديس يوحنا الرسول بيقول لنا إيه؟ كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. لأن ما عندهمش بساطة الإيمان اللي يشتغل بيها ربنا ويديهم علم معرفته. احنا في القداس الغرغوري بنقول ايه؟ أعطيتني علم معرفتك. أعطيتني علم معرفتك، هو اللي بيديني، مش بشطارتي ولا بمجهودي. أعطيتني علم معرفتك. وفي الصلاة الوداعية اللي قالها السيد المسيح في يوحنا 17: أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فقد عرفتك. الواحد بيتعجب لما يلاقي ناس زي شهداء ليبيا البسطة خالص، اللي هم مش متعلمين وعلى كديهم خالص، ويقفوا قدام السيف 40 يوم تعذيب ما يتهزوش. ده ايه قوة الإيمان دي؟ تعال هات واحد دارس دكتوراه في اللاهوت وحط السكينة على جبته هتلاقيه خاف. لكن دول عارفين ربنا صح، مش بالعلم، عارفينه بقلوبهم ببساطتهم. تيجي واحدة زي أم الغلابة رايحة تناول مع أبونا والمطر شغال ومش عارفين يمشوا في الشارع، أبونا يقول لها أنا مش هقدر أطلع بالذبيحة كده في وسط المطر. تقف هي تقول له احنا رايحين نناول ولدك، هتوقف المطر هنروح، مش هتوقف المطر هنرجع تاني. يقف المطر. أصل دي عارفة ربنا كويس، عارفة تتعامل معاه ازاي. في مرة كنت مع أبونا سوفيلس وهو كان محجوز في المستشفى قبل عيد الغطاس بيومين، واحنا عندنا كل كنيسة فيها أب كاهن واحد. وظائف الكلى عنده بايظة خالص خالص. اللي منكم يعرف في الطب عشان تتصلح وظائف الكلى عاوزة لها مثلا أسبوعين ولا حاجة تحت في المستشفى والعناية المركزة والعلاجات والقصص دي، ده لو اتصلحت. فأنا رحت أزوره في المستشفى، فقال لي تعالى ننزل للدكتورة اللي ماسكة المعمل. كانت هي ماسكة المعمل تحاليل في المستشفى وهي مديرة المستشفى. كانت شخصية يعني هي مستشفى مسيحية، لكن هي الدكتورة دي كانت رئيسة قسم البايوكيمستري في الجامعة، يعني أستاذ دكتور. فهي شخصية زي ما تكون لواء كده، يعني تحب الكاهن تحترم الكهنوت، لكن عند الجد ما تعرفش أبوها. فقال لي تعالى ننزل لها عشان نقول لها نستأذن منها بكرة لازم أروح أصلي القداس، قاعد غطاس. حاضر يا أبونا. نزلنا مع بعض من الدور الخامس للدور الأرضي، دخلنا المعمل. فهو ليه أسلوب ظريف كده يبتدي بيه الحوار. قال لها دكتور احنا تعبناكي كتير. قالت له لا يا ابونا مفيش تعب ولا حاجة. قال لها عاوز أجيب لك قربانة. فقالت له كتر خيرك يا ابونا. قال لها عشان أجيب لك قربانة لازم أروح الكنيسة.
قالت له انت عاوز تطلع من المستشفى، على جثتي انك تطلع من المستشفى يا دكتورة، يهديكي يرضيكي. طب هنعمل ايه؟ ده قداس مش هينفع، ما ينفعش قداس ليلة العيد ما يتصلاش، ده الكنيسة على حدود المدينة فكل القرى اللي حواليها بتيجي تصلي. قالت له الكلام ده تقوله لحد غيري، انا عندي مريض وعندي حالة كلى في خطر، طلوعك من المستشفى ده مسؤولية عليا ما اقدرش اتحملها، ده ممكن تضيع مني الكلى. يحاول فيها شمال يمين وابتدى يتضايق، ما هو خلاص القداس مش هيتصلى ازاي. قال لها طب الحل ايه؟ قالت له الحل ان التحاليل تطلع كويسه. لو التحاليل طلعت كويسه، يعني لو التحاليل طلعت كويسه هتمشيني؟ قالت له هقعدك اعمل بك ايه؟ قال لها خلاص بكره الصبح نعمل تحاليل، احنا بالليل الساعه مثلا 8 بالليل، بكره الصبح نعمل تحاليل. وطلعنا الاوضه تاني. هو عمل ايه بالليل ما اعرفش، يعني احنا سبناه ومشينا بالليل. تاني يوم نزل الساعة 8 اخدوا منه العينات بتاع التحاليل. انا جيت له الساعة 1 الظهر اللي هو يعتبر ليلة الغطاس خلاص، جيت له الساعة 1 الظهر قال لي تعالى ننزل للدكتور الدكتورة نشوف نتيجة التحاليل. نزلنا، الدكتورة قاعدة على المكتب بتكتب اوراق وابونا داخل من وشه وانا وراه. اول ما رفعت عينها وشافته جيت له انتوا براحتكم، انت عاوز تقعد اقعد، عاوز تمشي امشي، انتوا الطب ملوش سلطان عليكم. فقعد يضحك هو. في ايه يا دكتور؟ قالت له التحاليل شبه طبيعيه، ده مش في قوانين الطب، ده مش ما ينفعش في الطب. قال لها خلاص انا هروح الكنيسه وارجع لك على طول، صلي القداس تاني يوم هجي لك المستشفى. ده عارف ربنا وعارف يتعامل معاه ازاي، وعارف ياخد منه اللي هو عاوزه ازاي. مش القصة ان انا اعرف انا مسيحي بالاسم او اعرف عن ربنا بالاسم، لا، معرفة المسيح لازم تكون معرفة اختبارية، واحد جرب المسيح واختبره، ساعتها يعرف يتعامل معاه ازاي. احنا عندنا بيت زكا العشار، ده من ضمن املاك الكنيسة القبطية. والبيت بتاع زكا ده في كنيسة اسمها كنيسة ماري زكا، زي ما سيدنا قال لكم، مدفون تحتيها لقينا فيه 4 أنابيب، أنبوبة مكتوب عليها عظام زكا العشار وأسرته، أنبوبة تاني مكتوب عليها عظام بنو الأنبياء. لو تفتكروا كده في سفر الملوك لما جاء إيليا يصعد فقال لإليشع هنروح أريحة، ربنا بعتني أريحة، فقال بنو الأنبياء لإليشع خلي بالك معلمك هيأخذ منك في أريحة. كان في مدرسة كبيرة لبنو الأنبياء في أريحة، دي اللي موجود منها أنبوبة كبيرة عظام بنو الأنبياء. و2 تاني، واحد بنى الكنيسة، واحد كان بيخدم في الكنيسة، القبور بتاعتهم تحت الكنيسة. زكا العشار ده كان نفسه يعرف المسيح. طب تعرفه؟ لا أنا مش عارفه بس بسمع عنه. ويطلع فوق الشجرة، يا عم ده أنت زي وزير مالية، يعني حاجة مش صغير مستوى، يعني تطلع تهزئ نفسك قدام الناس وانت بتتشعبط على شجرة مش مشكلة. ويطلع على الشجرة، ولما عرف المسيح ينبغي اليوم أن أمكث في بيتك، ويجي في الدير بتاعنا اللي احنا الكنيسة ده مكان البيت اللي هو بات فيه السيد المسيح، ويعرف المسيح يبتدي بقى يعلن عن إيمانه. أرد 4 أضعاف وإن كنت قد وشيت، ونص أموالي أعطيها للمساكين. كل ده طلع مرة أصلا عرفت المسيح، بس عرفته عن قرب، عرفته معرفة اختبارية. والمسيح يقول له اليوم قد حصل خلاص لأهل هذا البيت. احنا محتاجين كده، مش محتاجين نعرف السيد المسيح من الكتب. حلو نعرفه من الكتب، دي حاجة حلوة،
لكن عاوزين ندخل معاه في علاقة شخصية ونختبره. وانتي المفروض تعرفوه لأولادكم كده. يعني هو يجيني ابني أو بنتي بمشكلة، عنده مشكلة، أقول له ادخل كده أوضتك وصلي واطلب السيد المسيح، شوف هيعمل معاك ايه، وما تخافش انك تقول له كده، وشوف ربنا هيعمل معاه ايه. هيعمل اللي ما عملوش معاك انت. مرة في أحد الكنائس في أوروبا كان في فترة جفاف، وعملوا صلاة في الكنيسة عشان يصلوا لربنا عشان المطر ينزل. فترة طويلة من الجفاف ومفيش، الأرض مش راضية تتزرع، مفيش مية. محددين ميعاد، كل الناس تيجي الكنيسة الساعة كذا عشان هنصلي من أجل إن ربنا يبعت المطر. الأب رايح الكنيسة ومعاه بنته الصغير، فهم طالعين من البيت، فالبنت بتقول له يا بابا مش هناخد معانا شمسية؟ فهو بيقول لها ليه يا ماما اخد شمسية ليه؟ قالت له مش احنا هنصلي عشان المطر وربنا هينزل المطر، مش المفروض ناخد شمسية عشان المطر واحنا راجعين؟ قال لها فعلا انا كنت ناسي. واخدوا شمسية معاهم وفعلا دخلوا كنيسة يصلوا، وهم طالعين ابتدى المطر. دي المعرفة الاختبارية، اللي يعرف ربنا عن قرب، مش يعرف ربنا معرفة سطحية. مرة تاني حصل مع أبونا سوفيلس، واحد من الخدام أبونا نده عليه، احنا في الغروب، وقت الغروب، نده عليه أبونا قال له روح نبه على ناس بنايين يجوا بكرة عشان يشتغلوا. فقال له أبونا هروح أنبه على البنايين من دلوقتي، هياخدوا اليومية بتاعتهم، خلاص ما دام نبهنا عليهم يبقى اتحجزوا، واحنا ما عندناش رملة، عشان نبني لازم الرملة. فقال له ما تخافش ربنا هيدبر موضوع الرملة. فقال له أبونا ما ينفعش، لو ما جبناش الرملة دلوقتي خلاص في الغروب الناس بتاعت الرملة بتمشي، لو ما جبناش رملة هندفع فلوس على الفاضي. قال له بس ما تخافش روح انت فالأخ ده كان عصبي شوية، راح مزعج في أبونا وساب أبونا ومشي. طلع من الكنيسة لغاية الباب اللي بره، مسافة عندنا بتاع 10 دقايق تمشي من جوه الكنيسة لغاية بره. وصل بره لقي عربية نقل واقفة، واحد بيقول له مش دي كنيسة أبو مجار؟ فقال له أيوه. قال له أبونا القسيس هنا؟ قال له ممكن تدخل قدامي توريني السكة؟ فدخل والعربية دخلت ورا، ودخل لأبونا. أبونا كلم فيه واحد عاوزك بره. طلع أبونا أيوه، قال له أنا المجاول الفلاني وأبو مجار ظهر لي امبارح قال لي تجيب لي عربية رمل عندي في الكنيسة في أبو تيج. قال له يا حبيبي مش قلت لك ربنا هيرتب موضوع الرملة؟ روح شوف العمال. عارف ربنا وعارف ربنا هيتدخل ازاي وهيعمل ايه بالظبط. مرة هو كان كتير يبقى في سيدات ما بيخلفوش يقولوا له صلي لنا ابونا، يقول لهم السنة الجاية يكون معاكم طفل. وعند واحدة معينة دي انا شفتها كذا مرة، تجيله ويقول لها ربنا معاك، صلي لي ابونا ربنا يديني طفل، دوكم يقول لهم ربنا يديكم، ودي يقول لها ربنا معاكي. لدرجة ان في مرة جات له، انا كنت واقف في الموقف ده، وراحت ماسكة في ايده مكلبشة في ايده، انا لن اتركك ان لم تباركني. وابونا كان يعني بالستات معاملة خاصة، يعني ما يحبش يجربوا ناحيته. راح ناتش ايده منها، روح يا ست انت شكلكم اتجننت ولا ايه اللي حصل؟ هدوها الست شكلها، اخدتها انا يا ست اهدي، ما يعملوش كده، مع ده راهب ما ينفعش تعملي كده. قالت لي اشمعنى كل الناس كل الستات بيقول لهم ربنا يديكم وانا بيقول لي ربنا معاكي، ما يقول لي زي ما بيقول لي باقي الستات؟ المهم
يعني قلت لها ربنا اللي بيدي، وقعدت أهدي فيها شوية. بعدها بكم يوم راحت المطرانية، فلقت أحد الآباء الكهنة داخل المطرانية، لقاها بتعيط. مالك يا ستي بتعيط ليه؟ جيت له وحكيت له القصة. قال لها طب أبونا راجع من العشية دلوقت، هشوفه يعني خليه يصلي لك. لسه بيتكلم معاه وأبونا راجع من العشية، أبونا سوفيلس. سلموا على بعض، وبعدين قال له أبونا ما تقول لها ربنا صلي لها ربنا يديها. قال له قول لها ربنا يديها وربنا مش عاوز يديها؟ يعني هو شايف ان ربنا مش عاوز يديها. فدول الناس اللي هي عرفت ربنا، عرفته عن قرب، مش معرفة نظرية. فيلبس بعد ما مشي مع المسيح فترة طويلة قال له ايه؟ أرنا الآب وكفانا. قال له إلى الآن لم تعرفني يا فيلبس؟ كل ده ماشي معايا ومش عارفني؟ من رآني فقد رأى الآب. يعرفني كويس. يهوذا ماشي كام مع المسيح؟ 3 سنين ونص ولو تلت ماشيهم مع المسيح ومش عارفه. مش شرط ان انا اكون ماشي اسمي مسيحي عشان اكون عارف المسيح. طب السيد المسيح يقول ايه؟ في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم في وانا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يبقى الإنسان عشان ربنا يظهر له ذاته عاوز إيه؟ يحفظ وصاياي ويحبه أبي وأظهر له ذاتي. لو عاوز تعرف ربنا محتاج تتمسك بالوصية، يحفظ وصاياي. شوف ربنا بيقول لك ايه في كتاب مقدس. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. يعني انت عندك مشكلة، ما تقعدش تعول الهم وتقعد تتعبك نفسيا وتتعبك جسديا وتلاقي نفسك مش عارف تعيش حياتك. ايوه في مشكلة، مش بنقول ما نزعلش، لازم بس نصلي، نرمي الحاجة في ايد ربنا ونطلب معونة من ربنا، نطلب ربنا يتدخل. وتاريخ الكنيسة بيقول لنا الكلام ده. في نقل جبل المقطم كان في مشكلة، الكنيسة بتمر بأزمة كبيرة، والبابا ابتدى يفرض صيام على الكنيسة كلها، وحبس نفسه في كنيسة المعلقة وابتدى يصلي. ما هنعمل ايه؟ نصلي. لكن احنا احيانا نتحط في مشكلة ندور على وسائل بشرية، ندور نهرب من الوقت ازاي. وتلاقي البعض طبعا يتجهوا الى المخدرات او المسكنات او الحاجات اللي ايه تضيع شوية، عاوز الضغط يخف شوية. مش هتحل لك المشكلة. يشرب مش عارف ايه ولا ياخد مخدرات عشان يضيع الفكر. طب ما مش هتحل المشكلة. ما تصلي، امسك في ربنا. من وصايا ربنا بيقول لك اغفروا يغفر لكم. يا ترى كل واحد بيغلط فيا انا بغفر له؟
ولا أجي أقول لك لا دي الغلطة دي لا يمكن أنساها لك، أنت عملت معايا كذا. من مرة كنت شفت 2 بيتكلموا مع بعض، واحد بيقول للتاني أنا مش ناسيلك الكلمة اللي أنت قلتها لي من 25 سنة. 25 سنة؟ إيه ده؟ فين اغفروا يغفر لكم؟ ما أنا لو ما غفرتش ده أنا عندي كوام من الخطايا، هيغفرها لي إزاي؟ أنا محتاج غفران كل دقيقة. لو أنا ما غفرتش لأخويا مش هيغفر لي. فين أحبوا أعدائكم؟ هل بنحب أعدائنا؟ بنصلي لهم عشان ربنا يفتح عينيهم؟ مين اللي وصل لدي؟ منساش لقاء عملوه مع والدة واحد من شهداء ليبيا، نزل التلفزيون المصري يصور لقاءات مع أسر شهداء ليبيا، فالمذيعة بتقول لأم واحد فيهم عاوزة تطلع الغل اللي جواها يعني، فبتقول لها انت تحبي مصر تعمل لك ايه في اللي قتلوا اولادك، اللي قتلوا ابنك؟ لو مصر مسكتهم. قالت لها احنا بنصلي لهم ربنا يفتح عينيهم، احنا مش زعلانين منهم، احنا زعلانين عليهم لان دول بيضيعوا نفسهم، هيروحوا الجحيم. ايه ده؟ ايه كم ده؟ ابنها راسه اتقطعت وحط له راسه على ظهره قدام التلفزيونات وقدام العالم كله. ايه مقدار الحب ده؟ اصل دي عارفه الوصيه، دي تعرف المسيح، عارفه المسيح وعارفه ازاي تنفذ الوصيه بتاعته. احبوا اعدائكم، باركوا ولا تلعنوا. يا ترى احنا بنبارك كل حد ولا ممكن نبقى ساخطين على حد؟ وصية تاني، تعطوا كيلا جيدا مهزوزا ملبدا تأخذون في أحضانكم. يا ترى احنا بندي ولا ايدينا ناشفة؟ لو لقينا حد محتاج يبقى صعب نطلع اي حاجة للمساعدة. دي وصية. كتاب يقول لك لا تشمت بسقوط عدوك، ألا يرى الله ذلك فيسوء في عينيه ويرد غضبه عنه. لا تشمت بسقوط عدوك. يا ترى احنا بنعمل كده ولا ممكن نشمت لما واحد عمل معنا موقف وحش يحصل له أزمة ولا مصيبة تلاقينا نفرح؟ وصية تاني يقول لك إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك عليك شيئا فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اصطلح مع أخيك، حينئذ تعالى قدم قربانك. يا ترى أنا كده بعمل كده ولا ممكن ناس نقعد مخاصمين بعض سنين؟ ما أنا عاوز أعرف ربنا، اللي عاوز يعرفه هو قال كده يحفظ وصاياي وأظهر له ذاتي، أبتدي أعرف وأنا مين. لما يجي يقول لك لا تحلفوا البتة، يا ترى احنا بنحلف ولا ما طلعش من بقنا حلفان؟ ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. احنا كلامنا كده ولا في كلام في لف ودوران؟ أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. بنعمل كده ولا اللي يديني قلم اديله 2؟ مرة جابوا واحد عليه شيطان لأبونا سوفيلس،
وكان شاب شديد يعني جسمه كده، وابونا توفيس نفسه كان جسمه شديد يعني. ابونا كان من عادته لما يجي يطلع شيطان ما يقفش لوحده يصلي، لا يعملنا كلنا نقف كلنا دايرة حوالين اللي عليه شيطان، وهو يقف واحد من الدايرة ويقول لنا قولوا كرياليسون، نقول كرياليسون، هو يصلي معنا شوية ويصلي لوحده شوية وهكذا لغاية لما الشيطان يتكلم يبتدي يتكلم معاه. فأول ما الشيطان ابتدى يتكلم قال له ايه؟ قال له انت بتتشطر لي قدام الشباب، اطلع لي بره وانا اوريك. فراح ابونا مسكه من ايده وراح طالع بيه بره في وسط المدافن، كنيسة في وسط المدافن، طلع بيه في وسط المدافن، والشيطان ده راح ضارب ابونا قلم صح. راح ابونا لفله الوش التاني، مع انه يقدر يخبطه قلم يخبطه في الحيطة، راح ابونا لف الوش التاني. الراجل اللي اترمى على الارض وقاعد يفرفط ويصرخ ابونا ما صلاش تاني، يصرخ لغاية لما الشيطان طلع لوحده عشان تنفيذ الوصية، بس ما عملش حاجة ابونا، هو ضربه القلم راح لفف له الوش التاني، ده اترمى على الارض وصراخ لغاية لما الشيطان طلع. أصل الشيطان الوصية فيها قوة المسيح اللي ينفذ الوصية بمبدأ العالم. يقول لك ايه، هو انا هبقى هفية، هو انا هبقى ملطشة كل واحد يلطش فيا، ده بمبدأ العالم. لكن بمبدأ المسيح لا، انت بتاخد قوة المسيح اللي في الوصية. يا ترى انا بعمل الصدقة والصلاة والصوم في الخفاء زي ما سيد المسيح قال في الموعظة على الجبل؟ ركز عن الصدقة والصوم والصلاة يبقوا في الخفاء. يا ترى احنا بنعمل كده؟ يا ترى انا بحافظ على عيني لما يقول لك سراج الجسد هو العين، كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. ترى أنا بحافظ على عيني ولا سايب لعيني تسرح مطرح ما تحب؟ بعد كل الوصايا دي، طبعا في وصايا كتير بس أنا خدت عينات من الوصايا، اسأل نفسك هل أنا أعرف ربنا صح ولا لسه محتاج أعرفه؟ الأمر محتاج مني أن أتكلم معاه، محتاج مني أدوجه في تصرفاته، في وقفته معايا. الشيطان هيدخل لك أفكار إن أنت ظروفك أصل غير الباقيين، أنت عندك التزامات، أنت شغلك كتير، أو أنت خدمتك كتير، أنت ما عندكش وقت تصلي. وربنا لما نقف قدامه يروح جايب لك حد من اللي كانوا مشغولين خالص زي داود النبي، ده ملك وعنده مسؤوليات مملكة كاملة، ويقول لربنا ايه؟ 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك، في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، يا الله إلهي إليك أبك. أما أنا إيه يا عم أنت جاب منين الوقت؟ المسؤوليات بتاعتك بتعمل فيها إيه؟ أصلا أنا حشر ربنا معايا في كل شغل، أنا مش بخدم لوحدي. وتلاقي إيه لما يجي مش في حرب يقول له مقدم الأفود، ونسأل ربنا أروح أحارب هل تدفعهم إلى يدي؟ يقول له روح حارب. مرة تانية يقول له لا ما تطلعش من الناحية دي، لف حواليهم من الناحية التانية. ولما تسمع آثار أقدام في أشجار البكة اعرف إن أنا طالع قدامك في الحرب. أصل حشر ربنا معاه، مش بيدخل، مش بيروح لوحديه، لازم تيجي معايا.
لأن أنا عارف إن لما أخده معايا أنا انتصرت خلاص. يا ريت نحطه قدامنا كده. احنا محتاجين نعرف ربنا صح، محتاجين نعيش معاه، محتاجين نلمسه، محتاجين في أي موقف نمسك فيه. احنا مش هسيبك غير لما تخلص الموضوع ده، زي ما عمل أنبا إبراهيم بن زرعة ساعة نقل جبل مقطم. مش هسيبك غير لما تخلص الموضوع ده، شعبك كله هيضيع وينقل الجبل. ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم ويدينا نعرف ربنا صح، ويدينا نختبر وتكون معرفة اختبارية نعرف ننقلها للأولاد والأحفاد وننقلها للآخرين اللي يشوفوا فينا صورة ربنا من غير ما نتكلم، يشوفوا فينا صورة ربنا يحبوها. ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.